عمرك سألت نفسك السؤال ده؟ ليه فلان ده بالذات ظهر في حياتي في التوقيت ده؟ وليه الشخص ده تحديداً اختفى فجأة كده؟ احنا طول الوقت بنقول يا ساتر دي صدفة، بس هل فعلاً في حاجة اسمها صدفة؟ خاصة لما بنتكلم عن ناس ثابت جوانا علامة، سواء العلامة دي كانت جرح غير مسار حياتك، أو كانت درس خلاك أقوى، أو مجرد كلمة حلوة وقتها كنت محتاجها. اللي لازم نوصله سوا إن مفيش أي حد بيكمل في حياتك صدفة. مش بس كده، حتى اللي مشيوا ما كانش غيابهم صدفة. كل شخص بيخش حياتك بيجي عشان يخلص مهمة معينة، أو عشان يوريك طريق جديد، أو يمكن عشان يسندك في وقت صعب محدد. الحياة مش لعبة حظ. الرسالة دي مهمة مش بس عشان نقدر الناس اللي لسه واقفة معانا، الرسالة دي أهم عشان نعرف نسامح الناس اللي مشيت. نسامحهم مش عشان هم يستاهلوا، لأ، نسامحهم عشان قلبنا إحنا يستاهل الراحة. مفيش داعي نجلد نفسنا على أي علاقة انتهت، لأن نهايتها معناها ببساطة إن رسالتها خلصت. عشان نريح قلوبنا بجد من صراع ليه ده ما حصلش، لازم نفهم إن الناس اللي بتقابلها بتتقسم ل3 أنواع أساسية، واللخبطة بين ال3 دول هي اللي بتعمل المشاكل والوجع كله. النوع الأول المحفز، اللي بيولع النور. المحفز ده هو اللي بيظهر في حياتك عشان يكسر التبلد والروتين. مش لازم يكون شخص حبيب أو صديق مقرب، ممكن يكون زميل في الشغل قال كلمة ألهمتك، أو شخص شفته بيعافر خلاك تفوق. المحفز بيجي عشان يعمل لك الشرارة. رسالة المحفز دي مؤقتة زي الكبريت كده، هو ولع النور في طريقك، مهمته خلصت. ما ينفعش نقول ليه ما طفاش لما مشي. لا، هو ساب النور شغال ومشي. لازم لما يغيب نشكره من قلبنا على الشرارة دي، وما ناخدش غيابه على إنه خسارة شخصية. النوع التاني هو الناقل، اللي بيجبرك تلف. وده اللي بيجي لما تكون ماشي في طريق غلط ومصمم ما تبصش يمين ولا شمال. النقل ده ممكن يجي في صورة وجع كبير قوي، أو خيانة مؤلمة، أو حتى خيبة أمل غير متوقعة. مهمة الناقل إنه يسحبك بالعافية من مكان ما ينفعش تفضل فيه. الناقل مش بيجي عشان يخليك سعيد، هو بيجي عشان يوجهك صح. عشان كده لازم نعرف إن الوجع اللي سببهولك ده ما كانش قصد شخصي منه، لكن هو كان وسيلة إلهية لإنقاذك. هنا بتكتشف إن مفيش خسارة اسمها فشل، في خسارة اسمها إعادة توجيه. النوع الثالث المرسى، السند الثابت. النوع الأخير والأجمل ده المرسى، ده اللي ربنا بيكرمك بيه عشان يكمل معاك. المرسى بيشوفك وانت في أسوأ حال وبيهتم بيك، وبيقدرك وانت في أحسن حال وما بيغيرش معاملته. هو بيكمل لأنه مهمته مش يغيرك، مهمته يثبتك ويسندك. ده الشخص اللي ما ينفعش تستهلكه أو تنساه، ده اللي لازم تحط كل طاقتك إنك تحافظ على وجوده. وجود المرسى ده مش صدفة، ده مكافأة ربانية ليك على تعبك وصبرك. طب ليه بالرغم من كل الفهم ده لسه قلبنا بيتوجع لما حد بيمشي؟ ليه بنتمسك بعلاقة عارفين إن رسالتها انتهت؟ التمسك ده غالباً بيكون سببه الخوف مش الحب. خوف من الوحدة، خوف من إننا ما نعرفش نكمل لوحدنا، أو يمكن خوف إننا نحس إننا ملناش قيمة من غير الشخص ده. لما تربط قيمتك كلها بوجود شخص تاني في حياتك، أو بتعتبره خط الدفاع الأخير ليك، ساعتها غيابه بيخليك تحس إنك فقدت نفسك كلها. ودي نقطة محتاجة وقفة عقلية. العلاقة خلصت لأنه وظيفتها خلصت. اللي مش بيكمل مش معناه إن فيك عيب، معناه إن المرحلة دي خلصت. ما ينفعش نقرأ الفصل الخامس في كتاب لسه ما خلصناش الثالث. النهاية مش فشل فيك، النهاية بداية فصل جديد كنت محتاجه عشان تكون أقوى. كل شخص مشي ساب لك أهم رسالة في الدنيا: اعتمد على نفسك. مشي عشان يقولك أنا كنت موجود عشان أدعمك فترة،
لكن القوة والسند الحقيقي مش عند حد تاني، هما جواك أنت وبس. عشان كده لازم نسامح اللي مشيوا ونشكرهم بصدق على اللي اتعلمناه، حتى لو كان التمن صعب. عشان نريح قلبنا من صراع ليه ما حصلش؟ مفيش حل غير إننا نعلن الاستسلام والسلام الداخلي. والسلام ده هيجي لما نبطل نجبر الناس إنهم يكملوا في أدوار خلصت. لازم نتقبل إن كل واحد فينا ليه محطة نزول. طب إزاي نعمل السلام ده؟ في 4 خطوات بسيطة. 1. الإقرار. قول لنفسك بصوت واضح: العلاقة دي وصلت لخط النهاية. النهاية دي مش نهاية العالم، هي بداية حياة جديدة. 2. الامتنان للدرس. ما تفكرش في الشخص اللي مشي، فكر في الدرس الغالي اللي دفعته عشان تتعلمه. أشكر الدرس ده. 3. تحويل الوجع لطاقة. خد كل الوجع اللي حسيته وقت النهاية وحوله لحماس عشان تبدأ بداية قوية ومختلفة لنفسك. 4. تحديد المراسي. بص حواليك وشوف مين الناس الثابتة اللي لسه موجودة. ركز كل وقتك وجهدك عليهم وقدرهم صح. الناس فاكرة إن قوة الإنسان في عدد اللي بيسقفوله، لكن القوة الحقيقية في مرونتك النفسية، قدرتك على إنك تلم جرحك بنفسك وتطيبه. أنا كشخص عنده خلفية بقولك، زي ما الجسم بيشفي جروحه العضوية، الروح كمان بتعرف تشفي جروحها العاطفية. لما حد بيمشي ده مش فراغ، دي مساحة ربنا سابها لك عشان تعرف تنمو وتكبر فيها. ما تبصش لورا كتير، الماضي ده مجرد قصة، انت لسه ليك صفحات كتير تكتبها، والأهم إنك تكتب الصفحات الجديدة دي وإنت قوي وواثق في نفسك. في النهاية ريح قلبك، صدق إن اللي مشي عشان يسيب مكان فاضي للي أحسن، أو عشان يسيب مكان عشان تكتشف إنك أنت الأحسن لنفسك. ما تخليش أي صدفة تتحكم في وجعك. أنت لست ضحية لأي ظروف، أنت مهندس حياتك وراحتك. بص، عايزك تفتكر حاجة بسيطة جدا. كل حد دخل حياتك كان ليه معنى، حتى لو وجعك، وكل حد مشي كان ليه دور، حتى لو ساب فيك أثر. المهم دلوقتي مش ليه مشي، المهم أنا اتعلمت إيه. كل تجربة حلوة أو صعبة كانت درجة في سلم نضجك وسلامك الداخلي. اللي حصل ما كانش صدفة، كان ترتيب دقيق، وصدقني مفيش حاجة بتضيع عند ربنا. لو الحلقة دي لمست فيك حاجة أو ريحت جزء من قلبك، اعمل لايك علشان توصل لحد تاني محتاج يسمعها، وسبسكرايب في القناة علشان تكمل الرحلة دي معانا، وسيب لي رأيك في الكومنتس، احكي لي أكتر حاجة حسيتها في الكلام. أنا بشكرك إنك فضلت معايا لآخر لحظة، وما تنساش ريح قلبك دايما وسيب الباقي على ربك. سلام عليكم.